يا ترى الهدية لو جبتها الأنثى برج القوس تخطف قلبها على طول. وفقرة عنوانها دايما في فيديوهات الأبراج علشان اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت. الهدية بتمثل للست حاجتين، إنك لما بتشتري حاجة من جيبك تطلع فلوس وتشتري حاجة للست من جيبك، دي حاجة مهمة جدا 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 للست، وما تسألنيش ليه. والنقطة التانية والأهم إنك لما بتجيب للست حاجة هي عايزاها أو حاجة في دماغها، فده معناه بالنسبة للست إنك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. أول هدية ممكن تفكر فيها مدينة الملاهي. الأبراج النارية أو لأنها برج ناري فبتحب الحركة والانطلاق، ست كلها طاقة وبتحب الحركة. أول حاجة تفكر تعملها إنك توديها مدينة الملاهي، تحب تتنقل بين الألعاب والمنافسة والحركة والجري. هي دي شخصية أنثى برج القوس. مش هننسى إنها عندها جانب رومانسي، يعني تقدر تجيب لها هدية رومانسية زي مثلا عطر. خد بالك ان بنات برج القوس بيحبوا الروايح الطبيعية، يعني ركز على الياسمين على الليمون، شوف الحاجات الطبيعية وهاتها لها، بس يكون عطر قوي لانها بتحب الحاجات القوية. كتب الفلسفة والعلوم رغم انها منطلقة وبتحب الحركة الا انها ست عميقة، ست عميقة وبتحب تتبحر في العلوم والفلسفة، عشان كده هتكون سعيدة جدا بهدية من النوع ده. تالت هدية انك تفسحها، خرجها، اتمشوا. اتمشوا عادي، بتحب المشي، عايزة حركة، عايزة انطلاق، عايزة سفاري. لو تقدروا تتسلقوا الجبال، تمشوا في الغابة، تمشوا في أماكن مفتوحة، تطلعوا فوق الشجر. هي دي الحاجات اللي بتستهوي أنثى برج القوس، اهتم بيها. هنرجع تاني للرحلات والسفر ونفس الخط اللي بنتكلم فيه، دايما تركز على الحاجات اللي فيها حركة، فيها طاقة، فيها تنقل. خدها رحلة وحاول دايما تظهر لها انك سعيد وانت معاها. سافروا لأي مكان، اي مكان يجي على بالك، وفاجئها بده، هتتحمس وهتحب ده قوي، وده مفتاح قوي جدا في شخصيتها، ركز عليه. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس واشترك في القناة، ولو في اي حاجة اكتبها في الكومنت تحت وانا ارد عليها، ويا ريت نشير الفيديو لاكبر عدد من صحابنا علشان يستفيدوا بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.